ومكملين معاكم مشاهدينا والحلقة 13 من الموسم ال11 من مسلسل الرعب الزومبي ذا ووكينج ديد. يلا بينا بسرعة نبدأ حلقتنا. وبعد مرور أيام بيتفاجئوا في هيلتوب بوجود شخص مصاب على حصانه عند سور المدينة، فبيروحوا يساعدوه، ولكنه بيبلغهم إن الشياطين هم اللي عملوا فيه كده، وإنهم لازم يروحوا ينقذوا مجموعتهم، وبيسلمهم خريطة بالمكان وبيموت بعدها. فبتقرر ماجي بعد تفكير إنها تاخد ليديا وإيلايجا وبيتوجهوا على هناك، لكنهم بيتفاجئوا في الطريق بجنود الكومنولث مقتولين ومتحولين لزومبي، فبيبدأوا يخلصوا عليهم وبيتفاجئوا بعدها بايرون من بعيد. فبنعرف ان الكومنولث بقيادة هورنز كانوا بيحاولوا يضموا مجتمعات جديدة من ضمنهم المجتمع الديني، فطلب هورنز من ايرون وجابرين باعتباره قسيس انهم يساعدوه في ضم المجتمع ده، فوافق ايرون وجابرين وبدأوا يتحركوا على هناك. ولكن بنكتشف في الوقت ده انه ما كانش هدف هورنز زي ما هو مفهمهم، وبنكتشف ان هورنز بعت شخص يدعى كارزون كرئيس لقافلة اسلحة لزعيم المدينة، اللي اتفاجئوا ايرون وجابرين اثناء مقابلته بانه معلق جماجم مخيفة داخل المكتب الخاص بيه. بدأ القلق والتوتر يسيطر عليهم، واتفاجئوا بعدها بهجوم كارزون اللي اتهجم على المكتب وقتل زعيم المكان قدامهم. وبنفهم ان كارزون كان تابع للمخابرات وعلى علاقة قديمة بهورنز، اللي كان بيحاول يبعت مجموعة أسلحة مع قافلة لمكان معين بدون معرفة باميلا رئيسة الدولة. ولكن هجموا أشخاص على القافلة في الطريق وسرقوا الأسلحة منهم وقتلوا الحراس بعدها. فبدأ كارزون يطلب من زعيم المكان انهم يرجعوا يسلموهم الأسلحة اللي اتسرقت، فرفض وقتلوا بعدها. فبيتعصب جابرين من اللي حصل وبيروح يوجه له ضربة قوية وبياخدوه على السجن بعدها. وبيروح ايرون يتواجه مع حراس الكومنولث وبيهرب، وبيقابل ماجي في الطريق واللي بلغته انه في شخص راح لهم على هيلتوب وبلغهم انه في خطر. فاستغرب ايرون لانه ما بلغش الشخص ده بعنوان مدينة هيلتوب. فبنكتشف بعدها ان الشخص ده واللي بيدعى جيسي بعد هروبه قابل في طريق الغابة شخص هو اللي قدر يبلغه بمكان مدينة هيلتوب بعد ما عرف منه اللي حصل، وراح بعدها يساعد جابرين وهربوا بعدها. بنكتشف ان الشخص ده هو نيجين، وبنعرف انه نيجين بعد انفصاله عن مجموعة اتجوز من اني، وحاليا هي حامل وعايشين في بيت داخل الغابة. وبنعرف انه اني عارفة الاماكن هناك كويس جدا، فبيطلبوا منها انها تساعدهم عشان يتوصلوا لرجال هورنز ويساعدوا بقية الاشخاص الموجودين هناك. فبيرفض نيجين لانه مش حابب يعرضها للخطر، لكنه بيتراجع وبيوافق بعدها. ولكن بيعرف هيرشل انه نيجين هو اللي قتل والدة جلين زمان، فبيرفع مسدس على نيجين عشان يقتله. فبنلاقي نيجين مستسلم للأمر، لكنه بيطلب منه انه يستنى لحد ما يطمنوا على باقي المجموعة وبعدها يعمل فيه اللي هو عاوزه. بيوافق هيرشل وبينزل مسدسه. بنروح لكارزون اللي قدر يقبض على ايرون وجابرين وبيكونوا على وشك الموت، ولكن بيقدر ايلايجا يتدخل وبيخلص على كل الحراس. وبنلاقي ايرون رفع مسدسه على كارزون اللي بيهجموا عليه قطيع الزومبي وبياكلوا جسمه بعدها، وبيرجعوا المجموعة بعدها على بيت نيجين. ولكن لحد دلوقتي ما بنكونش عارفين مين اللي ورا سرقة قافلة الأسلحة، اللي بنكتشف أخيرا إنها ليا. وبنروح للكومنولث وبنعرف هناك ان ديرول وروزيتا تم تكلفتهم بقتل قطيع من الزومبي في مكان معين، فبدأوا يتوجهوا على هناك، لكنهم اتفاجئوا بوجود ستيبستيان ابن رئيسة الدولة، واللي بيوضح لهم ان والدته قطعت عنه الفلوس اللي كانت بتديهاله، فبيطلب منه سرقة خزنة داخل بيت معين كان صاحبه مدير بنك قبل الوباء، وهددهم انهم لو ما قبلوش هيقتل اطفال المدينة اللي منهم جوتسو بنت روزيتا. فتعصب ديرول عليه وحاول يقتله، لكنه تراجع بعدها لانه ده هيعرضهم لمشكلة كبيرة. فاضطروا انهم يوافقوا وتوجهوا بعدها على مكان البيت اللي اتفاجئوا هناك باعداد الزومبي اللي محاوطة البيت، واتفاجئوا بعدها بصوت شخص داخل البيت. وبنكتشف بعدها انه صوت بنت بتدعى ايبرول، واللي كان بعتها سيبستيان هي وحوالي 11 شخص لتنفيذ مهمة سرقة الخزنة. ولكن هجموا عليهم الزومبي وتحولوا بعدها الزومبي هم كمان، ما عدا ايبرول الوحيدة اللي قدرت تنجو واتحبست بعدها داخل البيت. فراح ديرول يشغل مولد كهرباء البيت، وقدروا يوصلوا بعدها لمكان الخزنة الموجودة، ولكن للأسف ضرب إنذار البيت فجأة فحصروهم الزومبي بعدها. لكنهم اتفاجئوا بعدها بأصوات ضرب النار على الزومبي، اللي بنعرف إنهم كيرول وميرسل اللي قدروا ينقذوهم في اللحظة الأخيرة بعد ما قلقت كيرول بسبب إن ديرول اتأخر على ميعاد الغداء اللي كان متفق مع كيرول عليه. فحست بإنه في شيء غريب بيحصل، وراحت طلبت المساعدة من ميرسل بعدها.
فبيقرروا ياخدوا الفلوس الموجودة وبيدهنوا جسمهم بأحشاء الزومبي عشان يقدروا يخرجوا بعدها، لكن للأسف بيقدروا الزومبي يهجموا على إيبرول وبتموت بعدها. فبيتعصبوا جدا من إنه سيبستيان هو السبب في كل اللي حصل، خاصة ميرسل اتضايق جدا لما اكتشف اللي بيحصل من غير علمه. فبيروح ميرسل يخلص على مساعدين سيبستيان وبيطلب من ديرول يروح يسلمه الفلوس لحد ما يفكر هيتصرف معاه ازاي. بنلاقي كيرول قررت تبلغ هورنز باللي بيحصل، لكنها بتتفاجئ بانه على علم بكل اللي بيحصل، فبتتصدم وبتمشي. وبيبدأ الخبر يوصل ليوجين وكمان كوني وكيلي اللي اكتشفوا بانه الاسماء اللي اتبعتت لهم في الورقة هي اسماء الاشخاص اللي اختفت فجأة، وبيبدأوا يحسوا بانه في شيء غلط بيحصل في المكان. وبتروح ماكس تبلغ يوجين انها هتحاول تساعدهم، وبتجتمع المجموعة وبيكتشفوا وجود صور لاشخاص كتير داخل الملف، ولكنهم ما بيكونوش فاهمين حاجة. فبتقول لهم كوني انها هتبدأ تكتب مقالات في الصحافة ضد باميلا، واللي بيها هتقدر تقلب اشخاص كتير عليها. بنلاقي إسكال هو كمان قرر الانضمام ليهم، خاصة انه اصبح بيمتلك شعبية كبيرة جدا بين السكان هناك. وفي الوقت ده بيوصل خبر لهورنز بانه مجموعة كارزون اتقتلوا، فبيروح يستجوب ايرون وجابرين وبيطلب منهم يروحوا يتتبعوا اثارهم مع الجنود، ولكن بترفض ماجي السماح ليهم بدخول هيلتوب لحد ما بتكتشف انه ديرول واحد من الجنود، فبتوافق على دخولهم بعدها. وبيقدر هورنز يكتشف وجود طاقية كانت موجودة في مكان الحادث، وبيتفاجئ انها طاقية هيرشل ابن ماجي، وده معناه انهم كانوا متواجدين في المكان وانهم ليهم علاقة بقتل كارزون ومجموعته. ولكن بيروح ديرول وماجي يهددوه بالخروج من مدينة هيلتوب، فبياخد جنود الكومنولث وبيمشوا بعدها، وبيبلغوا الحراس هورنز انهم توصلوا للشخص اللي سرق الاسلحة. فبيقرر هورنز بعدها انه هينفذ اتفاقية مع ليا بانها تقتل ماجي ومجموعتها مقابل انهم مش هيأذوها. فبتوافق ليا تتحرك بعدها هي ومجموعة الجنود على هيلتوب. وبنلاقي ماجي في الوقت ده بدأت تخلي المدينة من السكان عشان تحميهم من شر هورنز اللي مؤكد انه هيحاول يرجع ينتقم منهم. فبتروح تنقل سكان لمكان نيجن وبتسلمه ابنها، وبتقوله انها حاليا بتثق فيه وهتأمن على وجود ابنها وباقي المجموعة معاه. وبتبلغوا انها هترجع هي وليدي وايديجا يتواجهوا مع مجموعة الكومنولث. فبيحاول نيجن يمنعهم لانه خايف عليهم، لكنهم بيصمموا وبيرجعوا على هيلتوب بعدها. وبنلاقي ديرول مازال بيدور هو وجنود الكومنولث على الشخص اللي سرق الاسلحة، وده لان هورنز ما بلغهمش باللي حصل. وبنلاقي ديرول بدأ يقلق، فبيقدر يبعت اشارة لايرون انهم يوجهوا النار سوا على جنود الكومنولث، وبالفعل ده اللي بيحصل. وبعد مواجهة كبيرة بيقدروا يخلصوا على الجنود وبياخدوا جابرين، وبيقرروا يرجعوا يخلصوا على هورنز بعدها. وبيكتشف ديرول في طريق الغابة وجود اسورة خاصة بليا، فبيفهم ديرول انها انضمت لمجموعة الكومنولث. وبنروح لهيلتوب تاني وبنلاقي المواجهة بدأت بين مجموعة ماجي وجنود الكومنولث، اللي قدرت ماجي تحضر لهم قنابل مفجرة قتلت عدد كبير منهم، ولكن قدرت ليا تهرب بعدها. وبتروح ماجي تلحقها، لكنها بتقدر توجه ضربة قوية لماجي، فبتفقد الوعي بعدها. وبتفوق ماجي وبتكتشف انها متربطة بحبال بعد ما قدرت ليا تخطفها لداخل بيت في الغابة. فبتقدر ماجي تحرر نفسها وبتروح تتواجه مع ليا، وبنلاقي ماجي على وشك الموت، ولكن بيوصل ديرول في اللحظة الأخيرة وبيقدر يقتل ليا اللي بيكون حزين جدا على اللي حصل لها، وبيقدر ينقذ ماجي وبيرجعوا ينضموا للمجموعة بعد كده. ولكن بنتفاجئ في الوقت ده بالكارثة الكبيرة، وهي ان هورنز قدر يضم مدن ألكسندرا وهيلتوب وأوشن سايد، وأصبحوا حاليا تحت سيطرته. وبيعلن بعدها انهم ضمن دولة الكومنولث. وبنروح بسرعة مع ديرول وماجي اللي ما زالوا جنود الكومنولث بيطاردوهم بأسلحتهم عشان يحاولوا يخلصوا عليهم بأمر من هورنز. وعلى الجانب التاني بنلاقي نيجن وإيرول وجابرين قدروا ينضموا لمساعدة ديرول وماجي، وفي نفس الوقت يحاولوا يتوصلوا لأصدقائهم داخل الكومنولث يحذروهم من خطر هورنز. فبيقرر نيجن إن هو اللي هيقوم بمهمة إنقاذ أصدقائه داخل الكومنولث، وبنلاقيه قدر يتخفى في قناع الزومبي وبيتواجه مع 2 من جنود الكومنولث، واللي بيقدر يقتل واحد منهم وبيسيب التاني للزومبي ياكلوا جسمه ويخلصوا عليه. وبيروح نيجن ياخد العربية وبيقدر يهرب بسرعة، وبيتوجه بعدها في طريقه على الكومنولث. ولكن للأسف بيكتشف هورنز اللي حصل، فبيأمر جنوده
إنهم يتتبعوا عربية نيجن ويخلصوا عليه. وبنلاقي ديرول في الوقت ده رايح يلحق نيجن في الطريق، واللي مازال جنود الكومنولث في مطاردته، وبالفعل بيقدر ديرول ينقذ نيجن، وده بيكون في اللحظة الأخيرة، وبيقدر يعطل جنود هورنز بعربيته. وبنرجع لمقر الكومنولث وسط انتشار أخبار في الصحافة عن صفقات سيبستيان المشبوهة، واللي قررت يوميكو وكوني نشر الأخبار للصحافة جايز يقدروا من خلالها كشف أمر باميلا ويتوصلوا بعدها لسر الاختفاء المفاجئ لبعض الأشخاص من الكومنولث. وبنلاقي مظاهرات السكان ضد حكم باميلا والمنتشرين في كل الشوارع، وبيكون الوضع داخل الدولة غير مستقر تماما. وبنلاقي ميرسل طالب مقابلة روزيتا ضروري جدا، لكنه بيتفاجأ في الوقت ده انه في شخص طالب مقابلته، فبيروح يقابله وبنكتشف انه الشخص ده هو نيجن، واللي بيبدأ يعرفه بنفسه وانه ديرول بعته ينضم للكومنولث وينقذ أصدقائهم. فبيوافق ميرسل على دخول نيجن للكومنولث، وبنلاقي نيجن بيحاول يتوصل لكيرول عشان يوضح لها اللي حصل. وبنروح عند كيرول واللي بنلاقيها قاعدة داخل البيت مع جوتس بنت ريك، لكنها بتتفاجئ من شباك البيت بنفس البنت اللي انتحلت شخصية ستيفاني قبل كده، فبتفهم ان هورنز بيحاول يخطط لخطف الأطفال من خلالها، واللي بيهم هيقدر يضغط على المجموعة بكل سهولة. في الوقت ده بنلاقي الباب بيخبط فجأة، فبتروح كيرول تفتح وبتتفاجئ بجيري ونيجن قدامها، وبيبدأ نيجن يشرح لها اللي حصل لأصدقائهم، فبتطلب من جيري إنه يحاول هو حماية الأطفال، وهتروح هي مع نيجن يحاولوا ينقذوا الوضع ويضغطوا على باميلا بأي شكل من الأشكال. وبالفعل بيقدروا يتوصلوا لمكان مخططات المباني الخاصة بالمدينة، واللي بيها هيقدروا يتوصلوا لمكان سيبستيان اللي بنكتشف انه موجود داخل مخبأ. فبيروحوا كيرول ونيجن يتكلموا معاه وبيوعدوه انهم هيحاولوا مساعدته، وبياخدوه بعدها وبيبدأوا يتحركوا على مكان مكتب باميلا. ولكن في الوقت ده بنكتشف الكارثة الكبرى، وهي إن باميلا أمرت مجموعة باستدراج جيش زومبي مهول لمحاصرة الكومنولث لفرض قرار حظر التجوال على السكان وفض المظاهرات، وبالتالي إنقاذ حكمها على الدولة. وبنلاقي تدخل من ميرسل لإنقاذ الموقف وفصل جيش الزومبي وإبعاده عن حدود الكومنولث، وبالفعل بينجح ميرسل وجنود الكومنولث في مهمتهم. وبنرجع لكيرول ونيجن ومعاهم السيبستيان، واللي في طريقهم لباميلا، ولكن لسوء الحظ بيلمح شخص من المدينة سيبستيان فبيروح يتهجم عليه، ولكن بيتدخل نيجن وبيحاول يمنعه، فبيوجه له جندي من جنود الكومنولث ضربة قوية على راسه. وبنلاقي كيرول قدرت تكمل في طريقها ووصلت بالفعل لمابيلا، واللي أول ما بتشوف ابنها سيبستيان بتخبطه ألم ثلاثي الأبعاد على وشه بسبب أفعاله الأخيرة. وبنرجع مرة تانية لهورنز اللي ما زال في مطاردة ديرول وماجي مع جنود الكومنولث، واللي بتقترح عليهم زوجة نيجن إنهم ينزلوا يستخبوا تحت الأرض داخل أحد المصارف، واللي بالفعل بيبدأوا يحتموا جواه من هورنز وجنوده. لكنهم اكتشفوا إن المصرف إلى حد ما مهيأ لاستدراج هورنز وجنوده، فبيبدأوا ضرب صوت طلقات النار لاستدراجهم. بالفعل بينجحوا في مخططهم، وبنلاقي هورنز وجنوده داخل المصرف، لكنهم بيتفاجئوا بهجوم ديرول والمجموعة. وبنلاقي ديرول بيحط الخنجر على رقبة هورنز وبيبدأ يهدد جنوده، ولكن بتتدخل كيرول في الوقت المناسب وبتحاول تلحق ديرول، وبتبدأ توضح لهم إنها توصلت لاتفاقية بينهم وبين باميلا، وهي إنه باميلا هتسلمهم مخزن كامل واللي بيها يقدروا يزودوا المدن الخاصة بيهم ويقوموها من جديد، مقابل إنه هيتم محاكمة هورنز على كل جرائمه لتهدئة الأوضاع داخل الكومنولث. وبالفعل بنلاقي هورنز سجين، ولكن بتروح باميلا تتكلم معاه، فبيهددها انه مش هيسيبها وانها هي كمان لازم تتحاسب، ولكن ما بتديش باميلا اي اهتمام لكلامه وبتسيبه وبتمشي بعدها. وبنرجع لديرول والمجموعة واللي بدأوا يستعدوا لرجوعهم على ألكسندرا، وبنلاقي ديرول ما زال محتفظ بمسدس صديقه ريك واللي بيسلمه لبنته جوتس، لكنها بتكون حزينة جدا لأنهم ما قدروش يساعدوا سكان الكومنولث. وبنروح لليوم التاني واللي بتعلن فيه باميلا إنه هيتم محاكمة هورنز على جرايمه، وبتعلن فيه
عن ميعاد حفل تكريم مؤسسي دولة الكومنولث، فبيبدأوا سكان المدينة يفرحوا جدا، وبتبدأ الأوضاع تهدى وتستقر تدريجيا. بنلاقي باميلا رايحة تتكلم مع سيبستيان ابنها، وبتحتد عليه جدا في الكلام عشان تحاول تقنعه يلقي خطاب لسكان الكومنولث في الحفل اللي هيقام. جايز ده يحسن من وضعه وصورته بعد ما الناس كلت وشنا يا أخي، وبتحاول توضح له إنها بتعمل كل ده عشان تأهله لحكم الدولة من بعدها. ولكن بتسمع مساعدة باميلا حديثهم فبتتضايق جدا، لأنه مش من العدل إنه شخص سيء زي سيبستيان يتولى حكم الكومنولث. وبنلاقيها رايحة تتكلم مع يوجين، وبيقرروا بعدها إنهم هيتوجهوا لمكان سجن هورنز يحاولوا يطلبوا مساعدته في إنهم يمسكوا شيء على باميلا وابنها. ولكن بيرفض هورنز مساعدتهم وبيحذرهم إنهم ما يتعرضوش ولا يعرضوا نفسهم لخطر الاقتراب من باميلا وحلفائها. وبنلاقي مساعدة باميلا قررت مسك تسجيلات على سيبستيان وفتح أمره لسكان الكومنولث، وبالفعل بنلاقيها رايحة تتكلم مع سيبستيان وبتبدأ تستدرجه في الكلام لحد ما بيبدأ سيبستيان يغلط في كل سكان الكومنولث وبيطربق الدنيا المتهور. وبنلاقيها رايحة تسلم التسجيل الصوتي ليوجين بعدها، وبنروح ليوم الحفل الموعود واللي شكله هيبقى منيل ب60 نيلة على دماغهم. من بداية ما بنتفاجئ إن جنود هورنز بدأوا يتهجموا بأسلحتهم على عدد كبير من سكان الكومنولث، وبالفعل بيقدروا يخلصوا على عدد كبير منهم واللي بدأوا يتحولوا لزومبي بعدها. وبنلاقيهم قدروا يتواصلوا بإشارة من شباك زنزانة هورنز يطمنوه إنهم بدأوا السيطرة على الوضع، فبيفرح هورنز جدا. وبنلاقي باميلا اللي بتبدأ تفتح الحفل بكلمة وبتقدم ابنها سيبستيان بعدها عشان يلقي كلمته هو كمان. ولكن في الوقت ده وفجأة بنتفاجئ بيوجين اللي بدأ استعراض التسجيل الصوتي لسيبستيان قدام كل الحاضرين، وبنلاقي الذهول على وش باميلا وابنها سيبستيان اللي اتفضحوا قدام سكان المدينة فضيحة ملهاش أول من آخر. وبنلاقي السكان بدأوا حذف أشياء على سيبستيان واللي حاولوا الجنود إنقاذه منهم بالعافية في اللحظة الأخيرة. وبنلاقي سيبستيان رايح يتواجه مع مساعدة باميلا واللي كانت السبب في كل المصايب اللي حصلت، ولكنهم بيتفاجئوا في الوقت ده بالكارثة الأكبر، هي بداية هجوم الزومبي على الحفل. بتروح جوتس تطلب من ديرول إنه يسلمها مسدس ريك والدها عشان يبدأوا يساعدوا سكان الكومنولث ضد خطر الزومبي. ولكن لسوء الحظ سيبستيان بيهجم عليه واحد من الزومبي وبيكون على وشك العض. بنلاقي جوتس رايحة تساعده ولكنها للأسف ما بتلحقش، وبنلاقي الزومبي هجم بالفعل على سيبستيان وخلص عليه عشان نيته السوداء. وبتفضل جوتس واقفة متأثرة باللي بيحصل، وبنشوف سيبستيان وهو واقع على الأرض والزومبي بياكله في جسمه. وبنروح بسرعة على إيرول والمجموعة في الغابة واللي ما زالوا في طريقهم لألكسندرا، لكنهم قرروا يحودوا على أوشن سايد يسلموهم هناك شوية مؤن يمشوا بيها نفسهم يعني ويستكملوا طريقهم بعدها. ولكن لسوء الحظ المعروف بيقابلهم في طريقهم قطيع كبير جدا من الزومبي، فبيقرروا يتوجهوا من طريق تاني، ولكن للأسف حتى الطريق ده كمان ما بيكونش سالك، وبنلاقي العجلات بدأت تغرز منهم في الطريق يا دي النيلة. فبيحاولوا يطلعوا ولكن للأسف بتتصاب رجل جيري في الوقت ده وبيبدأ يتعب بعدها. لا ده انتوا حد باصص لكم في السفرية دي يا جماعة، مش كده يعني. وبنلاقي قطيع الزومبي على بعد خطوات من إيرول ومجموعته، فبيلمح إيرول مكان محاوط بالأسوار على بعد مسافة صغيرة منهم، واللي بيقرروا انهم هيحتموا جواه من قطيع الزومبي. وبالفعل بيوصلوا على المكان واللي بيكتشفوا انه مكان آمن ومستقر وصالح لبناء مدينة جديدة، وبيكون الوضع هادي ومستقر لحد ما للأسف بنتفاجئ أثناء الليل بهجوم نفس قطيع الزومبي مرة تانية، واللي قدروا يتتبعوا المجموعة. ده غير انهم حاولوا يتسلقوا السور لوحدهم، فبيروحوا إيرول وليديا يتوجهوا مع القطيع، ولكن للأسف بيكون عدد كبير جدا فبيتراجعوا، وبنلاقيهم قدروا يحتموا داخل مكان صغير مقفول. نهدى ونفرح؟ طبعا لا،
بنتفاجئ بعدها بالكارثة الأغرب، وهي إن واحد من قطيع الزومبي قدر يفتح الباب، وبالفعل دخل قطيع الزومبي عليهم مرة تانية. بيكون الوضع في منتهى الخطورة، فما بيكونش في حل قدامهم غير إنهم يطلعوا بسرعة لسطح البيت، واللي حاول واحد من الزومبي يتسلق للسطح ويحاول يوصل لمكانهم، ولكن إيرول قدر إن هو يخلص عليه. وبنلاقي إيرول بدأ يشك في أمر قطيع الزومبي، وبيعتقد إنهم جماعة تابعين للهامسون ومتخفيين في قناع الزومبي. فبيحاول إيرول يقرب من الزومبي ويشيل القناع من عليه، لكنه اتفاجئ إنه زومبي بالفعل. فبيتأكد إيرول بعدها إنه في نوع زومبي جديد نزل الأسواق، وهم قطيع الزومبي الأذكى والأسرع على الإطلاق، واللي عندهم القدرة على التفكير زي البشر الطبيعيين، وإنهم مع مرور الوقت هيتطوروا شوية بشوية، وشكلنا كده داخلين على أيام سود. وبنلاقي ليديا وإيلجا بيحاولوا على الجانب التاني استدراج قطيع الزومبي لإبعاده عشان يقدروا يخرجوا من البيت بعدها، وبالفعل بيقدروا يسيطروا على الوضع وبيقرروا استكمال طريقهم للأوشن سايد. وبنرجع لأوضاع الكومنولث مرة تانية، وبنلاقي باميلا ما زالت متأثرة وحزينة على موت ابنها الوحيد، فبتبدأ تهدد ميرسل إما يسلمها يوجين أو ماكس أخته اللي هتتقدم للمحاكمة على فعلها. وبنلاقي ميرسل رايح يقبض على إيسكل وروزيتا وبرنسس الغلبانة، وبيبدأ يستجوبهم على الفور عن مكان يوجين، ولكنه ما بيوصلش لحاجة. بنروح ليوجين وروزيتا وديرول داخل الكنيسة، وبنلاقي روزيتا بتوضح ليوجين إنه ماكس ما زالت متخفية ومطلوب القبض عليها. فبيقرر يوجين إنه هيحاول يتوصل لمكان ماكس، وبالفعل بيبدأوا يدوروا عليها في كل مكان. وبنرجع لباميلا اللي بنلاقيها رايحة تزور هورنز في سجنه، وبتبلغه إنها عرفت إنه كان ورا حادث موت ابنها، وإنه هو اللي أمر رجاله بقتل مجموعة من سكان الأوشن سايد وتحويلهم لزومبي عشان ينشر الفوضى في المدينة، وإنها ناوية تعمل منه بطاطس محمرة. فبيبدأ هورنز يعتذر لها وبيطلب منها إنها تسامحه أو على الأقل تديله فرصة تانية، ولكن بنتفاجئ بأمر باميلا للحراس بدخول ابنها سيباستيان اللي للأسف اتحول لزومبي، وبتقرر حتف جثة واحد من رجال هورنز قدامه، واللي بيبدأ سيباستيان أكلها قدام عين. في الوقت ده بنلاقي برنسس رايحة تتكلم مع ميرسل وبتترجاه انه ما يسلمش يوجين، لكنه بيكون في موقف صعب لانه لو ما سلمش يوجين فبكده هيضطر يقدم ماكس اخته للمحاكمة بداله. بيرفض ميرسل طلبها، وبنتفاجئ في الوقت ده بانه ماكس بالفعل تم القبض عليها من جنود الكومنولث وبيقدموها لميرسل بعدها. فبنتفاجئ بميرسل اللي بيسلم ورقة اعترافات لماكس، واللي بتوضح انه ماكس انضحك عليها وانه يوجين هو ورا كل اللي بيحصل، ولكن بترفض ماكس تمضي على الورقة. على الجانب التاني بنلاقي روزيتا بلغت يوجين بخبر القبض على ماكس وتقديمها للمحاكمة. بيقرر يوجين انه هيسلم نفسه، ولكن بتحاول روزيتا تمنعه عن قراره، لكنه بيصمم وبيودع روزيتا وبيمشي بعدها. وبالفعل بيؤمر ميرسل بالقبض على يوجين لتقديمه للمحاكمة. وبنرجع لديرول وروزيتا مرة تانية واللي بدأوا يستعدوا لرجوعهم على ألكسندرا، وبنروح بسرعة مع كيرول وإزجل اللي بنتفاجئ بمحاولة خطفهم هم كمان. ولكن أسد يا كيرول في إيه؟ بتقدر كيرول تنجو بنفسها بسرعة من حراس الكومنولث، ولكن للأسف بيتم القبض على إيزجل يا خسارة الرجالة. وبنلاقي حراس الكومنولث ما زالوا بيطاردوا كيرول اللي بتروح بسرعة تحتمي داخل أحد المخازن، واللي بتتفاجئ فيه باتنين من جنود الكومنولث واللي بيحاولوا يهجموا على ديرول. فبتروح كيرول بسرعة تساعده وبيقدروا يخلصوا عليهم وبيهربوا سوا بعدها. وبنكتشف في الوقت ده الكارثة الكبيرة، وهي إنه باميلا قدرت تخطف الأطفال، فما بيكونش في حل قدامهم غير إنهم يلجأوا لمساعدة هورنز عشان يقدروا يتوصلوا لمكان الأطفال. وبالفعل بيروح ديرول وكيرول على مكان سجن هورنز، ولكنهم بيحاولوا في الأول يتخلصوا من حراس السجن وبيقدروا يوصلوا لزنزانة هورنز بعدها، واللي بيتفاجئوا بداخلها بالمنظر البشع لسيباستيان اللي قدر ياكل جزء كبير من جثة مساعد هورنز. وبنلاقي هورنز قاعد مصدوم وحزين وسط الأشلاء والدم.
فبيروح ديرول يخلص على سيبستيان، وبتروح كيرول تهجم على هورنز وتحاول استجوابه عن مكان خطف الأطفال. فبيوافق هورنز على مساعدتهم، لكنه بيروح يشوه جثة سيبستيان الأول وبيبدأوا يتحركوا بعدها. ولكن لسوء الحظ بنتفاجئ بصوت جهاز الإنذار اللي بيضرب فجأة، وبنلاقي مجموعة من الحراس متوجهين على السجن. فبيروح ديرول يعطل هو الحراس، وبتحاول كيرول تهرب هي بسرعة من المكان ومعاها هورنز الله يجحمه. وبنلاقي كيرول وهورنز ما زالوا بيحاولوا الهرب مطاردات جنود الكومنولث. فبيقترح هورنز على كيرول إنهم يتوجهوا لمكان على حدود الدولة، واللي كان ناوي هورنز يضمه لدولة الكومنولث. وبالفعل بيروحوا بسرعة على المكان، لكنه بيكون اقتراح منيل ب60 نيلة. وبيتفاجئوا هناك بأعداد الزومبي اللي بتبدأ كيرول تتواجه معاهم وبتقدر تسيطر على الوضع بعدها. وبنلاقي ديرول قدر يهرب هو كمان من الحراس وبيقدر يلحقهم بعدها. فبيبلغهم هورنز انه هياخدهم على مكان محطة القطار الموجودة داخل المدينة، واللي بنعرف انه بيتم التنقل بيه وسط المدن داخل دولة الكومنولث. ولكن بيرفض ديرول انه يكمل الطريق معاهم لانه ما بيثقش فيه. فبيتعصب هورنز، وبنتفاجئ انه بيصوب مسدس على ديرول، ولكن بتلحق كيرول تتدخل بسرعة وبتقدر تصوب سهم على هورنز بيخلص عليه في ساعتها. بيقرروا كيرول وديرول يستكملوا هما كمان طريقهم لقطار المدينة. وبنرجع لباميلا اللي اكتشفت اللي حصل واتفاجئت بتشويه هورنز لجثة سيبستيان ابنها. فبتتعصب جدا وبتأمر جنود الكومنولث انهم يدوروا عليه في كل مكان وبيجيبوه من تحت الأرض. وبنروح بعدها ليوميكو باميلا اللي بنعرف انه هدف باميلا من خطف اصدقائها هو انها تقدر تضغط على يوميكو وتجبرها انها تتولى محاكمة يوجين وتؤيد حكم الاعدام عليه. بتبدأ باميلا تهددها انها لو ما نفذتش طلبها فهتخلص بعدها على اصدقائها واخوها الطبيب. وبنلاقي يوميكو مصدومة من حديث باميلا، فبتروح بسرعة تتكلم مع اخوها وبتبلغه اللي حصل. فبتتفاجئ يوميكو برد أخوها اللي بيطلب منها إنها توافق على طلب باميلا عشان ينقذوا نفسهم من شرها. فبتتضايق يوميكو من كلامه، وبنلاقيها رايحة تتكلم مع يوجين في السجن وبتوضح له اللي حصل. فبيقرر يوجين إنه هيضحي بنفسه، وبيطلب بالفعل من يوميكو إنها تنفذ طلب باميلا عشان يقدروا ينقذوا أصدقائهم. وبنروح للمحاكمة اللي بيكون حاضرها عدد كبير جدا، واللي بنتفاجئ أثناء المحاكمة بكلمة يوميكو بأنها حابة تترافع عن يوجين لأنها متأكدة من براءته. وبنعرف إن يوميكو عملت ده بعد ما سمعت صوت من جهاز أحد حراس الكومنولث اللي بيبلغوه بهروب ديرول وكيرول. فبتقرر يوميكو إنها هتحاول تتوصل لمكانهم عشان يقدروا ينقذوا أصدقائهم. وبنتفاجئ في الوقت ده بسيارة جنود الكومنولث واللي بداخلها كل الأشخاص المخطوفين اللي بنكتشف إنهم فاقدين الوعي، وبيكونوا متوجهين لمكان للأسف لسه إحنا ما نعرفوش. وبنروح بسرعة داخل أحد عربيات الكومنولث مع ماجي اللي بدأت تفوق وترجع لوعيها مرة تانية، واكتشفت بعدها إنه حارس العربية نايم. فبنلاقيها رايحة تساعد جابريل وروزيتا عشان يحاولوا الهرب بسرعة، ولكن للأسف بيبدأ يفوق الحارس في الوقت ده وبيخرج مسدسه، ولكن للأسف بيخرج منه طلقات بالغلط بتصيب سواق العربية، فبيلبسوا في حادثة كلهم بغبائه. وبنلاقي ماجي قدرت تنجو بنفسها وحياتها، وبنعرف إن عربيات الكومنولث متجهين لمكان يدعى بالمنفى، واللي بيتم هناك معاقبة الأشخاص على أفعالهم المخالفة لقوانين الكومنولث عن طريق تكليفهم بالأعمال الشاقة هناك. وبالفعل بنلاقي الملك إيسجل وباقي المجموعة بدأوا شغل الإصلاحات في المنفى اللي بيحاولوا يحولوه لمكان صالح للعيش فيه. وبنلاقي الحراس هناك بيتعاملوا بقسوة شديدة مع كل الأشخاص الموجودة، وبيكون الوضع صعب للغاية. وبنلاقي نيجين رايح يتكلم مع إيسجل عشان يحاولوا يتوصلوا لخطة لهروبهم من المكان. وبنلاحظ إنه نيجين ما زال حزين بسبب اختفاء زوجته الحامل اللي لحد دلوقتي ما يعرفش أخدوها على فين. بنرجع لجابرين وروزيتا مرة تانية واللي للأسف فقدوا وعيهم بعد حادث العربية، لكنهم بيبدأوا يفوقوا وبيتفاجئوا بحارس من حراس الكومنولث واللي بدأ يتحول لزومبي وكان هيحاول يهاجمهم.
لكنهم بيقدروا يتخلصوا منه، وبيسمعوا صوت مفاجئ من جهاز اللاسلكي الخاص بيه وهو بلاغ بإنه ماجي هربت، وقدروا يحددوا مكانها. بيبدأوا على الفور يتحركوا على هناك، وبننتقل بعدها لديرول وكيرول اللي ما زالوا بيراقبوا مقر القطار من بعيد، وقدروا يسمعوا حديث جنود الكومنولث بإن كوني هيتم نقلها لمكان أبعد باعتبارها تصنيف تاني، ولكن للأسف ما بيكونوش فاهمين حاجة. كوني داخلة تصفيات نهائي كأس العالم باين يعني كده ولا ايه؟ فبيقرروا ديرول وكيرول إنهم يتتبعوا القطار بعربيتهم. وبنرجع لماجي في الغابة اللي ما زالت بتحاول الهرب من حراس الكومنولث، فبيتفاجئوا كيرول وديرول بماجي في طريقهم، واللي بيلاقوها بتبكي لأنهم قدروا يخطفوا ابنها وابن روزيتا ومجموعة كبيرة جدا من الأطفال. بتحاول كيرول تهديها، وبيتفاجئوا بعدها بجبرن وروزيتا، فبيبدأوا يتجمعوا من جديد ويفكروا هيتصرفوا ازاي. وبنعرف انه ماجي اثناء هروبها حاول جندي من جنود الكومنولث الهجوم عليها، لكنها قدرت توجه له ضربة فقدته وعيه. فبنلاقي ديرول رايح يتكلم معاه وبيحاول استجوابه عن مكان أصدقائهم، ولكن بنتفاجئ بأنه جبرن يعرف الشخص ده، وإنه كان بيزوره باستمرار أثناء عمله في الكنيسة. فبيحاول جبرن يتكلم معاه، وبيقدر يعرف منه إنهم أخدوا الرهاين لمكان بيوضع المنفى اللي للأسف ما يعرفش مكانه، وإن كوني هيتم نقلها لمكان أبعد باعتبارها تصنيف تاني عن طريق القطار. فبيقرروا ديرول والمجموعة إنهم هيتتبعوا سير القطار، وبنلاقيهم قدروا يهجموا على الحراس، وبتروح ماجي تثبت سائق القطار، وبنلاقيهم قدروا يخلصوا على كل الحراس الموجودين ما عدا حارس واحد اللي قدر يهرب بدراجته. فبيروح ديرول وراه بسرعة عشان يلحقه، وبيقدر يخلص عليه. وبنرجع لماجي والمجموعة اللي بدأوا استجواب سائق القطار اللي للأسف بيرفض يقول لهم أي معلومات عن الكومنولث خوفا على عيلته من الموت، وبينتحر قدامهم بعدها. فبتقرر روزيتا تنتحل شخصية جندية من جنود الكومنولث، وبنلاقيها بتتواصل عن طريق جهاز اللاسلكي الموجود في القطار بباقي الجنود الكومنولث، واللي قدرت تعرف منهم انه تم نقل اصدقائهم وكل الاطفال على مدينة الكسندرا اللي ما زالت تحت سيطرة وحكم الكومنولث. فبيقرروا المجموعة يتحدوا لإنقاذ أصدقائهم والأطفال واسترجاع مدينتهم الكسندرا من جديد. وبنروح بسرعة مع ديرول وكيرول اللي بدأوا مراقبة مدينة الكسندرا من بعيد، وبنشوف نيجن اللي أخيرا قدر يقابل زوجته الحامل هناك، واللي للأسف بيحاول يتكلم مع الحراس إنهم يعفوها من الأعمال الشاقة خوفا على حالتها الصحية. ولكن للأسف بنتفاجئ بتعدي الحراس على نيجن، وبتقرر المجموعة في الوقت ده إنهم هيدخلوا مدينة الكسندرا ولكن في الخفاء، وبنلاقيهم متوجهين لطريق مواسير المية الموجودة تحت الأرض. في الوقت ده بنلاقي الحراس رايحين يقبضوا على نيجن لمقابلة القائد، وبنعرف إنه ده بسبب إن الجنود قدروا يلاقوا قماشة واقعة على الأرض في نفس المكان اللي تعدوا فيه الحراس على نيجن، واللي مسجل عليها عدد الحراسات. وبنعرف إنه ده كان جزء من خطة نيجن بالاتفاق مع إيسكيل لمراقبة المكان. بيبدأ القائد يهدد نيجن إما يعترف له القماشة دي خاصة بمين، وإما هيأذوا زوجته الحامل. بنتفاجئ بطلب نيجن من القائد، وهم إنهم ياخدوه يطمن على زوجته الأول وبعدها يعترف لهم بكل شيء. بالفعل بيروح نيجن مع الحراس يطمن على زوجته اللي بيطمنها وبيوعدها إنه هينقذها قريب، وبيرجع مرة تانية للقائد يعترف له إن الورقة دي اللي لقوها خاصة بيه هو. فبيقرر القائد معاقبة نيجن، وبنتفاجئ أثناء الليل بجنود الكومنولث اللي قابضين على نيجن، وبيعلن القائد قدام كل سكان المدينة إنه نيجن اعترف لهم بفعله، وإنه هيتم إعدامه قدام كل الحاضرين. وبالفعل بيبدأوا حراس الكومنولث يتوجهوا بالأسلحة على نيجن، ولكن بنتفاجئ في الوقت ده بتدخل الملك إيسجيل وبرنسس وكل أصدقائه اللي بيحاولوا يحموه بجسمهم من الحراس. وبنتفاجئ بعدها بوصول ديرول وكيرول وباقي أصدقائهم اللي قدروا يقتلوا واحد من الحراس من ظهره وبيحاولوا السيطرة على الموقف. وعلى الجانب التاني بنلاقي ماجي قدرت تتوصل هي وروزيتا لمكان خطف الأطفال، وبتطمن أخيرا على ابنها هيرشل، ولكن للأسف
بيتفاجئوا باختفاء بنت روزيتا اللي بدأت تنهار من الخوف على بنتها. فبنلاقي روزيتا أخدت واحد من الزومبي وبتروح تهدد القائد عشان يعترف لها بمكان بنتها وباقي الأطفال، ولكن بيرفض القائد يقول لهم أي معلومات، فبتقرر تخلي الزومبي يخلص عليه. وبنرجع لمقر الكومينوس مرة تانية مع ميعاد محاكمة يوجين اللي الكل هناك مستنيها، وبنلاقي باميلا ما زالت بتحاول الدفاع عن ابنها سباستيان، ولكن بتعارضها يوميكو وبتحتد عليها بالكلام أثناء المحاكمة، فبيتم تأجيل الحكم لليوم التاني. وبنلاقي يوميكو رايحة تتكلم مع ميرسل باعتباره أهم شاهد في القضية والوحيد اللي هيقدر يثبت براءة يوجين، ولكن للأسف بتتفاجئ بسكوت ميرسل فبتغضب جدا وبتمشي بعدها، اللي بيعترف لهم إنه كان شخص ضعيف الشخصية ولكنه مع الوقت اتعلم تحمل المسؤولية. وبيتم إعلان الحكم بإعدام يوجين وسط معارضات كل الحاضرين على الظلم اللي وقع على يوجين، ولكن بنتفاجئ بعدها بتدخل ميرسل اللي قرر وقف حكم الإعدام، وإنه مش هيسكت على ظلم حكم باميلا أكتر من كده، وإنه جه الوقت اللي لازم يتحدوا فيه عشان هيطربق الدنيا على دماغ حكم باميلا القادرة. وبنروح بسرعة لداخل مدينة ألكسندرا بعد استرجاع المجموعة لمدينتهم، وبنلاقي استعدادات المجموعة للتوجه لدولة الكومنولث لإنقاذ أصدقائهم والتخلص من ظلم باميلا وقرفها، واللي بالفعل بنلاقيهم راكبين قطر الكومنولث اللي أصبح هو كمان تحت سيطرتهم حاليا. لا أسد في إيه؟ وبنلاقيهم في طريقهم لدولة الكومنولث، وبنشوف نيجن اللي بيروح يشكر جابرين لدفاعه عنه أثناء هجوم جنود الكومنولث عليه ودفاعه عنه، وبنلاحظ إنه نيجن ما زال ندمان على حياته السابقة وعلى كل اللي عمله في ماضيه. وبنرجع لداخل دولة الكومنولث مع ميرسل اللي بيبلغ يوجين إنه هيقف معاه ضد ظلم باميلا وإنه مش هيتخلى عنه، لكنه بيطلب منه إنه يفضل مستخبي بعيدا عن الأنظار لحد ما يقدر يستجمع مجموعة الجنود الحلفاء واللي هيساعدوهم في مهمتهم. وبنلاقي ميرسل رايح يتكلم مع باميلا وبيبلغها إنه يوجين هرب، وإنه سكان الكومنولث حاليا قدروا يكونوا مظاهرات ضد حكمها. بتتعصب باميلا جدا وبتأمر ميرسل إنه يحاول تهدئة الموقف. بالفعل بيتوجه ميرسل لتهدئة المظاهرات في المدينة، ولكن في الوقت ده بنكتشف إنه باميلا الله يجحمها قدرت تتواصل مع جنودها وأمرتهم باستدراج قطيع الزومبي لحدود المدينة وفرض حظر التجوال. وبنروح لقطيع الزومبي اللي بنكتشف هناك كارثتين. الأولى هي إن قطيع الزومبي كان من ضمنهم إيرول وباقي المجموعة، وده القطيع اللي شفناه في الحلقات السابقة. أما الكارثة التانية والأكبر هي إن قطيع الزومبي للأسف بيضم عدد كبير من نوعية الزومبي اللي عندهم القدرة على التفكير وتسلق الأماكن العالية. وبنلاقي إيرول وجيري وليديا وإليجا بدأوا الانسحاب من وسط صفوف الزومبي بهدوء، وبيتوجهوا لشاحنة قديمة صغيرة واللي قرروا يستخبوا جواها. بنلاقي إيرول وجيري نجحوا في الوصول للشاحنة، ولكن للأسف بنتفاجئ بتعرض ليديا لعض واحد من الزومبي أثناء محاولة مساعدتها لإلجا، فبيروحوا إيرول وجيري يسحبوها بسرعة داخل الشاحنة، ولكن للأسف ما بيكونش في حل قدامهم لإنقاذها غير إنهم يبتروا دراعها اللي اتعرض للعض. وبالفعل بنلاقي جيري بيوجه ضربة قوية على دراع ليديا اللي بتفقد وعيها من شدة الوجع، لكنها بترجع تفوق مرة تانية بعد ما نزفت كمية كبيرة جدا من الدم. وبنلاقي جيري بيطمن على حالتها وبيقرر ينزل من الشاحنة بعدها لمحاولة إنقاذ إلجا. وبنرجع لميرسل مرة تانية واللي بنتفاجئ بإنه برنسس قدرت تتواصل معاه عن طريق جهاز اللاسلكي، وبتبلغوا إنهم قدروا يتوصلوا للأشخاص المختفيين وإنهم حاليا في طريق رجوعهم للكومنولث. ولكن لسوء الحظ بيوصل خبر أسود ومهبب لميرسل في الوقت ده، وهو إنه قطيع الزومبي قرب جدا لحدود المدينة يا دي النيلة. فبيبلغ برنسس بمكان ممر معين واللي هيقدروا يعدوا منه بسهولة لداخل الكومنولث، وبيروح بسرعة يجهز جنوده بأسلحتهم للتوجه على الحدود وحماية حدود الدولة.
وبنرجع ليوجين مرة تانية، ولكن بنتفاجئ هناك بواحد من جنود الكومنولث اللي قدر يفتش المبنى وتوصل بالفعل لمكان يوجين. وبنلاقي محاولة هجوم على يوجين اللي قدر يحمي نفسه، وبنلاقيه قدر يوجهله ضربة قوية بتفقده وعيه، فبياخد يوجين سلاحه وبيهرب بعدها. وبنرجع لباميلا القوية المفترية واللي للأسف اكتشفت خيانة ميرسل وإنه أصبح حاليا مع المجموعة. فبتؤمر باميلا بالقبض على ميرسل اللي بالفعل بيتم القبض عليه، وبيقرروا سحب الجنود من على حدود الكومنولث على اعتبار إن سور الدولة هيقدر يحميهم من هجوم القطيع الزومبي اللي للأسف زي ما قلنا لكم من شوية إنه من ضمنهم عدد كبير جدا من الزومبي اللي عندهم القدرة على التفكير والتسلق. وبالفعل بنكتشف الكارثة الكبيرة وهي تسلق الزومبي على السور ودخول الكومنولث. وبنتفاجئ في الوقت ده بوصول ديرول وباقي المجموعة على الكومنولث اللي للأسف اتفاجئوا هما كمان بمخطط باميلا اللي كان عبارة عن كمين مسلح في انتظارهم هناك. وبنلاقي ضرب طلقات النار على المجموعة من كل اتجاه. بنشوف باميلا اللي انضمت للجنود بنفسها وبتواجه المجموعة بالسلاح، ولكن بنتفاجئ في الوقت ده بإنه جوتس بنتريك اتصابت بالرصاص، فبيكونوا مضطرين للانسحاب بسرعة لمحاولة إنقاذ جوتس. وبنلاقي ديرول قدر يفجر واحدة من طفايات الحريق اللي بتعبي المكان بالدخان الأبيض، وبنشوف ديرول وهو شايل جوتس وبيجري بيها وسط ضرب النار. بيتفاجئوا بيوميكو في طريقهم واللي بتنضم ليهم وبيستكملوا طريقهم بعدها، ولكن للأسف بنتفاجئ في الوقت ده بقطيع الزومبي اللي شبه سيطر على المدينة. فما بيكونش في حل قدامهم غير مواجهة القطيع لمحاولة فتح الطريق لديرول، واللي بنلاقيه حاضن جوتس بقوة وفي طريقه لطبيب المدينة وسط مشهد مؤثر وحزين جدا جدا. بعد ختام أحداث حلقتنا السابقة بدخول قطيع الزومبي وسيطرتهم على دولة الكومنولث بالكامل وإصابة جوتس بنتريك بالطلق الناري، تعالوا بينا نستكمل أحداث حلقتنا الأخيرة من الملحمة العظيمة ملحمة الموتى السائرين مع المفاجأة القوية اللي انتظرها الجميع، وهي ظهور بطلنا ريك اللي أخيرا هنقدر نتوصل لمكانه. وبنروح بسرعة لداخل مستشفى دولة الكومنولث مع ديرول اللي أخيرا قدر يوصل لمكان المستشفى لمحاولة إنقاذ جوتس بعد إصابتها، ولكن للأسف الشديد بنتفاجئ هناك بهروب أطباء المستشفى وجنود الكومنولث اللي حاولوا الهرب بسرعة من هجوم قطيع الزومبي، ولكن بعد توجيه ضربة قوية لديرول أفقدته الوعي بعدها. وبنتفاجئ في الوقت ده بالجثة اللي بتبدأ تفوق، ولكن للأسف وهي في حالة سيئة جدا، لكنها بتلمح قطيع الزومبي من بعيد فبتحاول تقوم بسرعة توصل لباب المستشفى لحمايتهم من الزومبي، وبتقع مرة تانية جنب ديرول بعدها. وبنروح لقطيع الزومبي اللي للأسف بنلاقي يونكو وماجنا وكيلي وكوني وعدد كبير من المجموعة ما زالوا للأسف وسط أعداد الزومبي المهولة. وبنتفاجئ بالكارثة الأكبر وهي إصابة عدد كبير منهم وتعرضهم لعض الزومبي، فبيبدأوا يتحركوا بسرعة تجاه المستشفى هم كمان، وده لمحاولة إنقاذ الموقف. في الوقت ده بنلاقي ديرول بدأ يفوق، فبيروح بسرعة يطمن على جثة اللي بيقرر نقل دم من جسمه ليها بعد فقدها لكميات دم كبيرة، ولكن للأسف في الوقت ده بنتفاجئ بهجوم قطيع الزومبي مرة تانية، فبيخرجوا المجموعة بسرعة يحاولوا السيطرة على الوضع، ولكن للأسف بتكون أعداد الزومبي مهولة وبتتزايد كل مدى. فبتقرر كيرول لأنهم يرجعوا ياخدوا ديرول وجوتس ويهربوا بسرعة من المستشفى، وبالفعل بنلاقيهم بيحاولوا الهرب وسط أعداد الزومبي المهولة في مشهد حابس للأنفاس، وبيقدروا يوصلوا بعدها لممر من ممرات المستشفى اللي بيقدروا أخيرا يعدوا منه بسلام. وبنرجع لجابرين وروزيتا اللي قدروا أخيرا يوصلوا لمكان خطف الأطفال داخل بيت مهجور، واللي للأسف بنكتشف إنه جواه عدد من الزومبي، فبنلاقي روزيتا في مواجهة الزومبي بكامل قوتها لإنقاذ طفلتها وباقي الأطفال اللي بالفعل قدروا ينقذوهم. وبنلاقي روزيتا رايحة تطمن على طفلتها وبتحضنها في مشهد مؤثر جدا، وبيبدأوا يتحركوا بعدها، ولكن للأسف بيلاقوا قطيع الزومبي في استقبالهم هم كمان، فبيروحوا بسرعة يحتموا داخل عربية إسعاف
وبيحاولوا يتواصلوا من جهاز اللاسلكي مع أصدقائهم يطلبوا مساعدتهم، ولكن للأسف ما بيقدروش يتواصلوا مع حد منهم، فبيضطروا ينزلوا مرة تانية لمواجهة قطيع الزومبي. وبالفعل بنلاقيهم وسط قطيع الزومبي المهول بيحاولوا يتسلقوا ماسورة بيت مهجور يحتموا جواه، وبنلاقي جابرين ويوجين قدروا بالفعل يتسلقوا الماسورة، ولكن للأسف بنتفاجئ بوقوع روزيتا على عدد من قطيع الزومبي وبيكون الوضع في خطر، لكن بتقدر تستجمع قوتها وبتقوم مرة تانية، وبنلاقيها قدرت توصل لعربية الإسعاف اللي بيها بتقدر توصل بالفعل للماسورة، وبيساعدوها جابرين ويوجين بعدها لحد ما بيكونوا كلهم في أمان. وبنرجع لبرنسس اللي ما زالوا بيحاولوا يتوصلوا لمكان سجن ميرسل اللي بالفعل قدروا يوصلوا له وحرروه بعدها، وبيبدأوا تجهيز أسلحتهم استعدادا لحربهم مع قطيع الزومبي وجنود باميلا القوية المفترية، وبيتحركوا بعدها لمكان باقي أصدقائهم وبتتحد المجموعة من جديد. وبنلاقي طبيب المدينة بدأ معالجة جوتس في الوقت ده، وبنشوف يوجين رايح يتكلم مع روزيتا اللي بيلاقيها حاضنة طفلتها وبتبكي، فبيبدأ يوجين يشك في الأمر وبيسأل روزيتا إذا كانت اتعرضت لعض الزومبي أثناء وقوعها من الماسورة، فللأسف بنكتشف إن روزيتا اتعرضت لعض الزومبي بالفعل، وبكده فحياتها بتكون في خطر. بيحزن يوجين من اللي سمعه وبيفضلوا يبكوا بعدها، وبنرجع لجوتس اللي بدأت تفوق في الوقت ده، وبنلاقيها بتحكي لديرول عن مكان نيشوي اللي في طريقها لإنقاذ ريك والدها. بنرجع لميرسل وجنوده مرة تانية واللي بدأوا استجماع أسلحتهم وبيستعدوا لحربهم ضد باميلا، فبيروح ديرول وكيرول ونيجين وباقي المجموعة ينضموا ليه، وبنلاقي الحرب القوية على وشك البدء، ولكن بنلاقي ديرول رايح يتكلم مع باميلا وبيسألها هي ليه عملت كده، وإنهم عمرهم ما كانوا أعداء ليها، وإنه عدوهم المشترك هو قطيع الزومبي. بنتفاجئ في الوقت ده بمساعدة باميلا الخاصة اللي بدأ ضميرها يصحى وقررت تنضم لصفوف ميرسل، وبتصبح القوة الأكبر في الوقت ده لميرسل وجنوده، فبيؤمر بالقبض فورا على باميلا وفتح السور الوحيد الآمن المتبقي في المدينة، واللي بيبدأوا إدخال الناس فيه، وبيصبح الجميع في أمان ما عدا باميلا اللي بنلاقيها واقفة حزينة ومصدومة من اللي بيحصل، وبيكون جيش الزومبي على بعد خطوات منها واللي من ضمنهم هورنز مساعدها الخاص. بتتصدم باميلا وبتتأثر جدا، وبنلاقيها بتقرب من هورنز اللي بيكون على وشك قتلها، ولكن بتوجه ماجي طلقة لهورنز، وده لأنهم بيكونوا شايفين إنه عقاب باميلا هو سجنها مش موتها. بتبدأ الأوضاع تستقر إلى حد ما، ولكن بيكون لسه قدامنا المشكلة الأكبر وهي قطيع الزومبي المهول. فبتقرر المجموعة استدراج عدد من براميل البنزين الموجودة داخل مخزن المدينة عن طريق شاحنة، وبنلاقي يوجين بدأ تصنيع قنابل صغيرة، وبيدوا الأمر المفاجئ بتفجير المكان بالكامل. بنشوف فجار قطيع الزومبي المهول في مشهد أكثر من رائع، وبتبدأ الأوضاع تستقر بعدها، وبنشوف باميلا القوية المفترية داخل زنزانة، ولكن للأسف كعادتنا ما بنلحقش نفرح كتير، لأنه للأسف بيكون حان الوقت لتوديع روزيتا اللي بدأت حالتها تسوء، وأصبح الكل عارف باللي حصل لها، فبيحزنوا كلهم حزن شديد على صديقتهم روزيتا اللي بتروح تحضن طفلتها في وداعها الأخير، وبنلاقي يوجين قاعد يبكي جنبها، وبالفعل بتموت روزيتا في مشهد مؤثر وحزين جدا جدا. وبنطمن على أوضاع المجموعة بعدها، فبنشوف يوجين وماكس اللي اتجوزوا وحاليا عندهم طفلة، والملك إيزجل اللي أصبح حاكم المدينة من جديد، وميرسل مساعده الخاص. وبنتفاجئ بماجي اللي بتروح تتكلم مع نيجين وبتشرح له إنها لحد الآن ما قدرتش تنسى مشهد موت جلين قدام عينيها، وإنها اتقبلت وجوده للأسف، لكنها ما قدرتش تسامحه في يوم من الأيام. وبتمشي بعدها، فبيبكي نيجين من كلامها وبيكون حزين جدا، فبيقرر يسيب رسالة توديع لجوتس بنت ريك ويبعد هو وزوجته بعدها. بيبدأوا ترميم مدينة ألكسندرا ومدينة هيلتوب اللي رجعت تحت قيادة ماجي من جديد، وبنرجع مع ديرول اللي قرر إنه لازم يوصل لصديقه ريك بعد ما اتأكد من كلام جوتس إنه مازال عايش وعلى قيد الحياة، فبيروح يودع كيرول وبيكمل في طريقه بعدها. وبنروح أخيرا مع المشهد اللي انتظره الجميع مع بطلنا ريك اللي بنلاقيه موجود داخل مكان بعيد مهجور بيكتب رسايله لزوجته وبنته وأصدقائه عن طريق أزايز بيحدفها في المية على أمل إنه حد ممكن يقراها في يوم من الأيام، لكن للأسف
بنتفاجئ في الوقت ده بوصول طيارة خاصة تابعة لمنظمة CRM لخطف ريك، فبيروح ريك بسرعة يحدف شنطة أغراضه الخاصة على مركب في البحر، وبتكون هي نفس المركب اللي قابلت ميشوي في طريقها. ولكن ايه هيكون مصير ريك بعد كده؟ للأسف محدش فينا يعرف. وبنختم أحداث ملحمة الموتى السائرين على كده، وبنشكرك على متابعتك ليها. وتقدر كمان تتابع كل حلقات المواسم السابقة بالكامل والموجودة هنا على القناة، ولكن ما تنساش تنزل بسرعة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار نزول كل الأفلام والمسلسلات الجديدة.